مرحبا بكم متابعي قناة المحترف. في هذه الحلقة إن شاء الله سنرى كيف تجعل فيديوهاتك تظهر في نتائج البحث الأولى لليوتيوب أو جوجل. لذا سأشرح لك الخطوات التي ستتبعها لكي تجعل فيديوهاتك تظهر في نتائج البحث الأولى لذا انتبهوا وركزوا معي جيدا لتعرفوا هذه الخطوات. أول شيء تقوم بتسجيل الدخول إلى اليوتيوب، وعندما تفتح قناتك ستظهر لك هذه الواجهة وستضغط على استديو مبدع المحتوى، وبعد ذلك سيظهر لك مقاطع فيديو، أي سترى هذه الفيديوهات التي قمت بنشرها. أول شيء ستقوم به أخي الكريم أو أختي الكريمة هو الاعتماد على جودة الفيديو. جودة الفيديو أهم شيء في جعل فيديوهاتك تظهر في نتائج البحث الأولى على اليوتيوب. كما ترون في فيديوهاتي الاتش دي بالنسبة لفيديوهاتي تقريبا الاتش دي اكسترا. يعني عندما تقوم بتعديل فيديو أو en français لو مونتاج، يجب أن ترفع فيديوهاتك على اليوتيوب بجودة عالية، ليس 480 ولكن 720 وما فوق. يعني لكي تجعل فيديوهاتك في نتائج البحث الأولى يجب التركيز على جودة الفيديو. وثاني شيء هو الضغط على تعديل. لكي أشرح لكم الخطوة الثانية، عندما تقوم بالضغط على التعديل سيظهر لك الفيديو الخاص بك هكذا. والخطوة الثانية إخواني هي الصورة المصغرة. الصورة المصغرة تلعب دور كبير لجذب المشاهدين. يعني عندما أقوم بكتابة في البحث تسريع الانترنت، أي كيف أجعل حاسوبي يستخدم 100% من سرعة الانترنت، الكثير من الناس يركزون على الصورة، أي الواجهة، الصورة التي توضع في واجهة الفيديو. يجب أن تكون صورة يعني تجذب المشاهدين. أما الخطوة الرابعة إخواني ألا وهي العنوان. العنوان له دور كبير في جلب المشاهدين. لذا إخواني أنا أحذركم، فهذا تحذير مني، فلا تقوموا بوضع عنوان لا علاقة له بالمحتوى، لأن اليوتيوب ستقوم بإغلاق قناتك بصفة نهائية، لأن ذلك يعتبر خدعة. لذا ضع فيديو يتعلق بالمحتوى الذي قمت بتنزيله على قناتك. لذا هنا تكلمت على كيفية سرعة الانترنت. لذا سأقوم بوضع عنوان جميل وعنوان يمكن أن يجذب المشاهدين، ولكن لن أضع عنوان لا علاقة له بالمحتوى. فأنا في هذا الفيديو شرحت كيفية سرعة الانترنت، فأنا قمت ووضعت هذا العنوان: كيف تجعل حاسوبك يستخدم 100% من سرعة الانترنت. فهذا أهم شيء وخطوة من خطوات جعل فيديوهاتك تظهر على نتائج الأولى في اليوتيوب. أما الخطوة الرابعة وهي الضغط على الإعدادات المتقدمة واستهداف واختيار الفئة التي قمت باستهدافها. فمثلا أنا وضعت فيديو وقناتي قناة
خاصة بالمعلومات والتقنية. فإخواني، أتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو، وقد أفدتكم شيئا ما واستفدتم مني، وعرفتم هذه الخطوات الأربع التي تجعل فيديوهاتك تظهر في نتائج البحث الأولى على اليوتيوب أو جوجل. لذا إذا أعجبكم هذا الفيديو، ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب للتشجيع، ولا تنسوا أيضا الاشتراك بالقناة ليصلكم جديد المحترف. ومن لديه تعقيب أو تساؤل فأنا أرى الإشارة. إلى اللقاء إلى فيديو آخر إن شاء الله.